طلع معي هذاك المرض وقالوا لي بدنا نملك المعده وثلاث ارباع المعده، ثلاث ارباع المعده والمرض معه. قال لي الاولاد اولادي اول ثاني بهم كل شيء. الله يرحمه. من أبعد ذكرياته هو فهد فارس كان ابني واخي ورفيقي ونيسي. شفت بمنامي قال معه مخايب صفر، قالوا لي انه اثر منامه منيح. ترشا الله يخلي اياه ويمد بعمرها ويعطيها الصحه والعافيه انه ترجع تفتش عن حلال لولو وترجعها لعند على اللوكيشن وتحضننا. بتامل من الله انه يرجع يسمع هاللقاء ويشوف ويرجع يتذكر انه هو هيك قال لي ويرجع يتواصل معي مشان البيت. مساء الخير، حلقه جديده وهي الحلقه ما لها بلا عنوان، هذا عنوانها الاكبر المدام حنان لولو. اهلا وسهلا فيكي. اهلا فيكم يسعد مساكم. يعني انا حبيت اجي اطمن عليكي، اطمن على حالتك الصحيه بعد الازمه الاخيره يلي مريتي فيها. ان شاء الله هيك على خير ورايحين لمحل احسن، بس شايفه كثير نحفانه. الله يخليك اول شيء، وان شاء الله والله النحف مو بايدي. يعني مرضت انا والمرض كان كثير صعب وقلة اكل ووجع وشغل عن بال، رجعت صحتي بهالشكل. هلا اخر عمليه عملتيها من 4-5 شهور. اي والله. هي كانت لازاله الورم من المعده ولا شو؟ اي طلع معي هذاك المرض وقالوا لي بدنا نملك المعده وثلاث ارباع المعده، ثلاث ارباع المعده والمرض معه. قريت خبر وطلع غلط على السوشيال ميديا، قريت انه حنان لولو كانت بليالي روكسي. وهلا انا اسف بدي اتجاوز الخصوصيه اللي حكيناها تحت الكاميرا لانه في موضوع فني اذاكي كثير. رح ارجع انا لحاله المرض ورح نحكي عنها اكيد. الموضوع الفني انه انت سميتي انك محتكره على حدا معين. اي والله. بتحبي تخبريني هيك شويه من القصه مشان مدراء الانتاج والشركات تتاكد انه حنان لولو ما لها محتكره لحدا؟ انا ماني محتكره ولا بخلي حدا يحتكرني. انا ما بعرف كل القصه غير لا مؤخرا من النهار اللي تركته لفادي غازي انه فادي غازي محتكر على حنان لولو، وهذا الشيء ما كان. وقت انا تبحث انا بقلب اللوكيشن وطلع الخبر مضبوط، عليت انه وياه وتركته ومشيت، بس ما غير هيك ما بعرف عن الموضوع. هذا الموضوع ممكن يكون في مكان ما موقف لك شغل؟ كتير 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 كتير. ان شاء الله يا رب. هي اكيد نداء من الست حنان لكل شركات الانتاج، هي ما لها مرتبطه مع اي اسم ولا لها محتكره لاي حدا. بدنا نرجع نشوفك على الشاشه ان شاء الله يا رب، ان شاء الله ترجع حنان مثل ما كانت ترجع تطلع على الشاشه، والجمهور يحبها من اول وجديد، وهي كثير بتحب الجمهور. العالم بتحبك، انا عم بقول لك كلنا بنحبك. ولا ما بحب ما بدنا شيء حلو. بس شايفك نازل كثير الوزن، قلت لي بسبب الحاله الصحيه. خلينا نفوت بصلب الموضوع اكثر. حنان اللولو بحاجه شو هي الفتره؟ شو ناقصها؟ والله شو ناقصني كثير، بس اكثر شيء اللي انا بحبه اني ارجع. ناقصني صحتي وقوتي والتلفزيون. هلا صحتك خلينا نحكي باول نقطه، لانه اذا الصحه صارت منيحه بتقدري ترجعي على الشغل. الله. اول نقطه انت بحاجه جرعات. ايه قديش مده هي الجرعات؟ شو كلفه الجرعات؟ هل انت قادره ولا لا انك تفوتي بهي الرحله العلاجيه تكمليها؟ والله من جهه قادره ماني قادره، ومن جهه كم جرعه هسه عندي بيقول بجوز قلت بجوز سنتين بجوز 3. قديش مده الجرعه؟ ما في مدتها، يمكن 2-3 بالمشفى. وحطيك بالصوره شو كلفه الجرعه الواحده؟ والله كل جرعه واحده تكلفتها 1,100,000. 1,100,000 تكلفه الجرعه. وحاليا الوضع يعني سيء، ما بيسمح. ان شاء الله بيصير احسن، والا ما ربنا هيك يوقف لك اولاد الحلال والناس الطيبه اللي توقف معك، لانه ست حنان ما لها طالبه شيء غير انها ترجع بصحتها. الله يخليك يا رب. اي والله مو طالبه شيء غير ترجع صحتي مثل ما كانت. ان شاء الله يا رب هيك نقدر نوصل هي الرساله لكل مين عم يشوفنا. ست حنان بدها ترجع لصحتها الكامله لتقدر توقف قدام الكاميرا، نرجع نشوف هذا المشهد الحلو. يخلي لي اياك يا رب حبيب قلبي. يعني عرفناكي بالكوميديا اكثر، والعالم حبتك، يعني مهضومه وقريبه من القلب الحمد لله. بدنا هلا شغل جديد ان شاء الله. يلا ايد بايد ترجع الصحه باذن الله. ان شاء الله يا رب. وكمان رجع شربتجي الله يخلينا، انا كثير بحبها وكثير بحترمك، هي وابوها كثير بحبهم وبحترمهم. يعني الاستاذ هشام انا الله يرحمه يا امين يا رب، يعني وقفني قدامه لفتره معينه وكثير حبيت الشغل معه الله يرحمه. اذا عم تشوفك ست رشا شو بتقولي لها هلا على الكاميرا؟ بس اول شيء بدي اقول انه هي قالت لي على مسلسل، وقت اللي عرفتني اني انا تعبانه قامت تراجعت. بجوز مشان ما تزيد المرض عليكي. ما بعرف هي، بس انا بقول لها ست رشا الله يخلي اياها ويمد بعمرها ويعطيها الصحه والعافيه انه ترجع يعني تفتش عن حلال لولو وترجعها لعند على اللوكيشن
بحدودنا. ان شاء الله ما بتقصر ست رشا. ان شاء الله والله بإذن ما الله. بتقصر، والله ما بتقصر، كثير حد بعرف. طيب هلا انا جيت زرتك هون بهذا البيت الجميل بجرمانة. هي الطيبه وهذا التواضع اللي انا شايفه القريب مننا كلنا، من كل حدا سوري. الله يخليك. بس معلش بدي اسمح لحالي اسالك، تفضل. بالحاله اللي انت فيها الشغل واقف وعندك مسؤوليات، مين عم يكون جنبها لحنان لولو؟ الله يخلي شبابك يا رب. عندي شاب الله يحميه. بيشتغل وبيجيب، يا حرام والله بيركض ليل نهار ما بيلحق، بس بتعرف انت انه عيشة غالية وكل شيء غالي واجار البيت غالي. انا بدفع بالاجار البيت 800,000 بالشهر. كله شايله ابنك؟ شايل جزء منه، واولاد الحلال كمان شايلين جزء ثاني، والجزء الثالث بنضل جوعاني. ان شاء الله ان شاء الله يا رب. لا انت ولا اي حدا بيكون بحاجه انه يكون جوعان. برجع انا بشير. لا اكيد، بس انا برجع بشير انه وقت نحن عم نضوي على موضوع مرضى الست حنان، الغايه كلها انها توصل لمرحله ترجع توقف على الكاميرا ان شاء الله يا رب، هذا مرادي. خلينا نرجع شوي لموضوع انا متاكد انه كثير صعب وكثير بيزعجك. اولاد فارس الله يرحمه موجودين معي. عانيتي من الفقد، يمكن بطلتي تخافي من موضوع الموت بعد ما فقدتي؟ شلون؟ ما فهمت. بطلتي تخافي من موضوع الموت؟ لا بخاف، انا بدعي لربي انه هم يموتني لحتى يكبروا ويصيروا يعتمدوا على نفسهم. انا بدعي انه يا رب يا رب دخلي لا تموتني لحتى يكبروا الاثنين الصغار. عم تشوفي فارس فيهم؟ لما ما بدنا نبكي. الله يرحمه. فارس تعالي لبنان نهار لدي اول ثانيه ما كل شيء. الله يرحمه. من أبعد ذكرياته هو فهد فارس، كان ابني واخي ورفيقي ونيسي وصاحب بيتي، كل شيء كان. الله يرحمه. مين عم يسمعك هلا بعد غياب فارس؟ مين عم يكون تفضفضي له تحكي له؟ لا بنتي ولا ابني لا صغير شوي يعني، بس يعني كل واحد منتهي بهمه الله يعينه. اجباري الله يعينه. ايه بس ما حدا عم يسمعني غير فارس وبس. ما بتنبكي؟ بيزعل فارس بعدين الله يرحمه. والله يذكره وحزني قلبه لفارس، ببكي لي قلبي من جوا. ما بقدر يعني ما بقدر، مستحيل تجي هيك ذكريات ببالي ما ابكي. شوفي بمنامك بتحسي قريب منك هيك على طول؟ شفت بمنامي قال معه محارب صفر، قالوا لي انه اثر منامه منيح. ان شاء الله بيكون خير يا رب. قال معه محارب صفر، فاتني اللعبة قال لي امي لك يشتغل محارب، شفت لك اياهم. انا شفت لحالي ليش بدي موت، انا المحارب صفر مو منيح فعلهم. نحن ما فينا نصدق كل الاقاويل، في ربنا موجود ولو. قديش ايمانك بربك قوي؟ الحمد لله. قال وقت اللي قالوا لي هو فعل مو منيح، ذكرت انا هيك انه بدي موت او شيء، قلت لحالي لما تشوف شر قلت لحالي شو من اجل شو اجى من الله منيح. الحمد لله يعني انه شفته بالمنام. تواصل معك؟ ايه الحمد لله. وبحط اولاده قاعده، شو بدي اساوي؟ وهلا ربنا اكيد ما حينساكي يعني. كمان انت متحمله حمل يعني مرحوم، وهلا اولاده انت برقبتك ولدين يعني صبيه وشاب هلا بلشوا يكبروا. ايه الحمد لله. وانا بقول بيقولوا لي العالم انه بتربي ايتام لك كرسي بالجنه، بقول الحمد لله هذا احسن شيء بالدنيا، انه يكون لي كرسي بالجنه من وراء الاطفال. ان شاء الله يا رب. مدام حنان كمان خبرتيني قبل شوي انه كمان راح بيت اهلك. لا بيت اهلي باعوا بيت؟ ايه انا بس بيتي اللي راح. طيب هلا لاي جهه ممكن تسمعك شو بتقولي؟ يعني بدي رساله انا منك لاي جهه تكون مسؤوله او تقدر تساعدك بموضوع بيتك اللي راح. والله الاستاذ ماجد بتعرفه، ماجد عجلوني يمكن. عجلاني، زميل ماجد عجلاني. هو مسافر بدبي. انا بتواصل معه، قام قال لي حست حنان شو صار ببيتك؟ قلت له القصه 1 2 3 انفجرت وبيتي راح الى اخره. قام قال لي بعثوا لي ولا اللي بعثوا لي الصور في شركه هيك بعثت له الصور ما استفدت شيء. بتامل من الله انه يرجع يسمع هاللقاء ويشوف ويرجع يتذكر انه هو هيك قال لي ويرجع يتواصل معي مشان البيت. بكي في جهات ثانيه كمان بتقدر تساعدك اكيد. تحيه لزميل ماجد. ان شاء الله يا رب، استاذ ماجد ولا استاذ غيره ولا زملائي كلهم كل شيء بيحبني وكل شيء انا بحبه بيكون زميلي، وكل شيء بيتصل مع حنان وبيسألنا اخباره، بيكون زميلي وبيكون حبيب قلبي. مين ضل واقف جنبك من رفقاتك بالوسط الفني؟ مين هيك كل فتره بيطمن او ممكن يجي يزورك؟ سوزان نجم الدين دخيل اللي خلقها.
عم تكون موجودة يعني إيه. ما عم تغيب عني. لا. بس سوزان طلعت من الوسط وبتسأل عني. ايه هن سألوا عني 4 5 شكران مرتجى وأمل عرفة وركان تحسين بيك. ايه بس اللي وقف قدامي أكثر شيء وهي أخذتني عند الدكتور اللي مختصة بالأورام هي سوزان. طبعا أكيد تحية لست سوزان وكل اسم وارد ذكره يوه. خلال الحلقة. 100 بوسة للأستاذة سوزان. لا هيك ولكل أستاذة زملائي. شكرا ولكل أستاذة أمل زملائي. بيزعلوا. لكل ما في بوسة زملائي. له؟ 100 بوسة أنا كلهم بحبهم. الله يعلم قديش احترام بقلبي. إن شاء الله يا رب صوتك بيكون مسموع من خلال هالمنصة. نرجع نشوفك بأعمال. آخر عمل اشتغلتيه شو هو؟ والله نسينا؟ والله نسيت. شو كنتي عم تقولوا لي على شعرك؟ شوفوا يا جماعة يعني شوفوا هيك البساطة والطيبة، بس كنتي عم تقولي شيء مضايقك. ايه شعراتي كانوا لهم هيك. بيرجع ان شاء الله. إذا الله كله بيرجع. اول جرعه وثاني جرعه ثالث جرعه ورابع جرعه اخذتهم قبل العمليه راح شعري كله. حاولتي تواصلي مع النقابة، نقابة الفنانين؟ ما حدا نفعني. انا ما اول شيء ما هي نقابيه. بعدين يعني قالوا لي انه ما بتنفعك النقابه، يعني ما بمد ايدها اليك. هي قبل، هلا نحن بمرحلة جديدة كليا. ايه هلا ما بعرف انا والله لما من بعد ما قالوا لي هيك ما تواصلت مع حدا، بس قالوا لي انه استاذ مازن ناطور هلا صار نقيب فنانين. تمام. هو رئيس الفنانين وهو كتير قلبه كبير وكتير محب وكتير انسان عظيم انا كتير بحبه. انه ان شاء الله ان شاء الله يا رب لقائنا الجاي بكون جاي زايرك انا وبتكوني احسن. ما حزورك بس في البيت، بدي زورك بلوكيشن تصوير شوفك عم تصوري. ان شاء الله يا رب. خلي لي شايفه شايفه الضحكه شو حلوه؟ ايه حلوه بس ما الله هيك خطفها مننا. هذا اختبار من ربنا. الحمد لله. بتعترضي؟ لا الحمد لله. بدي ختاما كلمه منك لكل حدا عم يشوفك. اول شيء انا بحب كل انسان عم يشوفني واللي ما عم يشوفني واللي بحبه واللي بيحبني. الله يخلي اياكم يا رب كلكم بحبكم. وبتامل من الله، ما بتامل شيء غير من الله، غير انتم ادعوا لي حتى ارجع اقوى وارجع واقف على اجري وارجع اشتغل واقدم لكم شيء اللي بتحبوه تحبوني من خلاله. ما بدنا نبكي. والف تحيه لكم. ما بدنا نبكي. ما راح ابكي.